السلام عليكم، وحشين يا جماعة. النهاردة بقى هنعمل فطاير هايلة. هنعمل فطيرتين حجم عائلي جامد قوي. عايزة اقول ان هي كمان لما بتبات بيبقى ليها طعم تاني خالص، بتحلو اكتر ما هي. مش هتصدقوا طبعا الا ما تجربوا. الفطاير اللي هعملها معاكم بحشوتين من الفواكه بتوع الموسم، يعني مش هتتعبوا. استخدمنا عمك مشمش ومفيش اكتر من المشمش دلوقتي، وكمان الفراولة، يعني كل حاجة متواجدة. والفطاير الحلوة قوي قوي دي هتعمليها، هتستخدمي فيها بيضة واحدة بس، والمكونات موجودة في كل مطبخ ان شاء الله، يعني مش هتغلبي. وكمان الوقت ملائم ان العجينة تختمر بسرعة، ما تاخدش منك وقت نهائي. بصوا ارتفاعها حلو ازاي. عايزه اقول الريحه كانت هايله، كاني ريحه زهور تبارك الله. طريه جدا وهشه جدا. تقدري تقولي بريوش دنش فطاير حقيقي، حاجه كده من الاخر. ابداع. عايزاكم تعملوها وتكتبوا لي دايما رايكم، بيفرق معايا. والناس اللي متابعاني على صفحتي على الفيس اللي بتعمل وصفاتي وتبعتها لي بتدخلوا على قلب السرور جدا جدا جدا. اعملوها حقيقي سهله وبسيطه، مفيش فيها اي شغل نهائي. ممكن تعملي احجام اللي هي الصغيره لو هتديها للولاد او خارجه معاكي. وبعدين انا وزعتها بشكل جمالي على شكل ورد زي ما انتم شايفينه، وده شكل الشمس. يعني تقدري تقطعي صوابع وتاخدي من الحشوه اللي في النص كده. عارفين؟ قمة في الإبداع. عايزة أقول يا جماعة شكرا للناس اللي اشتركت معايا على قناتي الجديدة. بحبكم قوي قوي قوي، عشان أنا فتحت قناة جديدة، تابعوني عليها عشان هبتدي من جديد. ما تنسوش لو أول مرة بتزوروا قناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وحطوا لايك، وهسيب لينك القناة بتاعتي جوه صندوق الوصف وهثبته. تمام. عندي المكونات، هستخدم عمك دي اللي هو بتاع المخبوزات، هنزل عليه بذرة من الملح. هسيب المقادير جوه صندوق الوصف. هنا هاخد الحليب كان متلج، نزلت عليه بقطعة من الزبدة ورحت دفتها على البوتاجاز. دايما بحب استخدم الحاجة عندي دافية. هاخد جزء بسيط منها عشان انزل بيها بالخميرة، عشان ادوب الخميرة فيها. نزلت بالخميرة ومعاها السكر، وهقلبهم مع بعض تقليبة سريعة لحد ما تدوب الخميرة. بس خلاص. وبعدين هشتغل على باقي المكونات اللي هتشوفوها. هودي هنا العجين على العجان وهشغله بسرعة بسيطة عشان ما يطيرش الدنيا، وهبتدي انزل بالخميرة وهبتدي ازود السرعة شوية بشوية. هنا الحليب بنزل بيه بالتدريج، ما بزودش. وبعدين هنزل هنا بقى ايه بالبضاية بتاعتي، عشان يعني لو عندي حليب لفت اوفر يعني باقي يبقى انزل شوية بيه، عشان ما يبقاش العجين بتاعي سائل واضطر احط دقيق عشان امسك العجينة. فالافضل ان انا بدل ما احط دقيق كتير احط حليب شوية بشوية. وهفضل بقى مشغلة العجين لحد ما العجينة كلها تلم بالشكل ده. تقدري تعمليها على ايدك، ما بتاخدش وقت. بكده انا خلصتها، لمت وما بتلزقش ومتماسكه وطريه، زي ما هتشوفوها معايا بالظبط. بتعمل استريتش وطريه قوي، ناعمه جدا جدا. بصوا عامله ازاي، لا بتقطم ولا فيها عرق ولا اي حاجه. يعني بتقولي انا مظبوطه، اشتغلي عليا زي ما انت عايزه. هنا هحطها بعد ما هشكلها، يعني اعملها شكل حلو ما يكونش فيها اي حاجه، عشان لما تختمر يبقى شكلها حلو. وهدهن وشها بسيط زيت واغطي عليها. هستخدم هنا عمة جبنة. عملنا الجبنة كتير مع بعض، صح يا جماعة؟ كلكم عملتوها او اغلب ناس كتير من الموجودين معايا عملها وعجبته تبارك الله، وفرت معاه. هاخد حوالي ربع معلقة من الزبدة في الطبق ده وفي الطبق التاني. وهاخد الجبنة الكريم تشيز اللي عملناها، هوزعها برضو على طبقين. وهعمل نكهة بالمشمش، بمربى المشمش، والنكهة التانية بمربى الفراولة. تمام. مفيش فيها شغل خالص. مفيش اسهل من المشمش في الموسم بتاعه تعملي مربى وتحفظيها. ونفس الشيء عملتي معاكم مربى الفراولة قبل كده، هسيبها لكم جوه صندوق الوصف. بعد ما هرست الجبنة مع المربى والزبدة، سبتها على جنب على ما اشتغل على العجينة. همسك العجينة بتاعتي اوزعها على 2، وده اسهل ليا لاني حبيت اعمل 2 حجم كبير، وما يبقى عندي وقت يعني اجيب اوزعها كده في فطيره كبيره، وابتدي اقطع منها انا او الولاد مع الشاي مع القهوه، انا بقى whatever اللي انا بحبه استخدمه. هنا هفرد العجينه وهدهنها بسيط زبده، مش هحط زبده كتير، يعني اول ما هدهن الوش كده وهبتدي افردها بايدي. ما دام اختمرت بتفرد معي صوابعي، بتتحرك فيها بسرعه. هشيلها بقى وانقلها على ورق الزبده او الصينيه اللي هشتغل عليها، عشان اقدر العب في شكل زي ما انا عايزه. بصوا خلاص،
طرية جدا. هتأكد ان انا فردتها لانها العجينة كبيرة. هقطعها زي البيتزا بس من جوه، مش هقطع الحروف نهائي. الحروف هسيبها سليمة، بس هقطع زي البيتزا من النص كده. ادي كده اول خط، وادي الخط التاني. شايفين؟ انا ما قدرتش اقص منها الخطوات دي عشان لازم تتابعوها. والخط التالت بالشكل ده. تأكدي ان السكينة حامية عشان ايه تنجزي، وما تقطعيش الحروف، تقطعيها من النص بس. الخط الرابع بكده اكون عملت اللي هو الخط الرابع من غير ما اوصل للحرف نهائي، ملعبش في الحرف خالص. هوزع الجبنة اللي عملتها بالمشمش على كل مثلث من جوه. هاخد كل مثلث وانزل عليه بمعلقة من الجبنة اللي ضفنا عليها المشمش لحد ما اوزعها على الفطيرة كلها بالشكل ده، واروح فرداها على المثلث من غير ما اخليها تخرج لبره. مش عايزاها تخرج لبره عشان هي لما تدخل الفرن هتعمل ملت شويه، يعني هتسيح. همسك المثلث واعمل فيه خط بسيط من النص من غير ما اوصل للحرف، لان الخط اللي هعمله ده لما تدخل الفرن هتبتدي تفتح وتدي شكل فيها هايش او هشه، صح؟ معلش عدوى. وهبتدي اقفلها بالشكل اللي هتشوفوه كده. مفيش اسهل من كده. خدها كده واروح مقفلها على نفس العجينه. بكرر تاني، ما تقطعوش الحرف، سيبوا الحرف سليم. احنا هنلعب بس من النص. هاخد بقى الحرف كده اللي هو اللي مفهوش حاجه خالص، هروح لماه على المثلث عشان اعمل شكل جميل. بصوا بقى، العجينة خطيرة، بتعمل معايا استرتش وبتروح وتيجي مش عارفة اقول ايه. بقول لكم ايه، عدولي النهارده حاجات كتير عشان بقالي كتير ما سجلتش، ما حدش بيكلمني وما بسمعش حد يقول لي اي حاجة عربي لما خلاص فصلت. هنزل بقى هغطيها هسيبها شويه تتغطى عشان حجمها هتلاقيه ارتفع اكتر من كده. هنا بتاعه الفراوله، بص شكلها اللون اللي داخل على بينك دارك كده او شويه بنفسك. هقطع هنا بقى، هعملها زي الشمس بالظبط، يعني مفيش فيها شغل. طق طق، قطعي الحروف هنا بقى، واروح بصوابعي كده اعملها 1 2 3 بالشكل ده، عشان اول ما تعمل تختمر وتدخل الفرن تبقى شكلها حلو زي الشكل الحلزوني ده، صح؟ او زجزاج، مش عارفه بقى، اختاروا اي حاجه. المهم انا العجينه، انا مهمتي ان انا اديكم مقادير كويسه وعجينه، وعلى قد ما اقدر اوصل لكم الوصفه، يا رب ان شاء الله توصل لكم. بصوا، ما فيش اجمل من كده. وغطيت عليها لحد ما ترتاح شويه. هدهن بقى الوش بسيط من البيض، وهرش على دي بس السكر ابيض اللي احنا بنستخدمه في الشاي، مش البودر، هو السكر ابيض ده. هرش بسيط على الفاضي اللي مفهوش حشو بس، وهدخله الفرن. الفرن عندي سخن، بص شكلها وهي في جوه الفرن، دي هتتنفخ كمان. اللي في النص دي هتطلع. دي طلعتها بعد ما اولموس قربت تستوي، ودهنت وشها مربى عشان تدي اللون اللي انتوا شفتوه. بصوا شكلها اتنفخ ازاي، تبارك الله، شكلها كده داخل في التاسعة. وبعدين اول ما خرجت نزلت عليها هنا بمعلقة من المربى، انا طحناها عشان تدي صوص اللي هو الفراولة من فوق، يعني شكل جميل. ونزلت هنا في النص عشان فاضية، لاني ما حطيتش حاجة في النص، الحشوة جواها دي اللي كان في النص الحشوة. نزلت عليها بقى بصوابع المشمش. يا مشمش، مفيش بقى كده اجمل من كده حقيقي، تبارك الله. الفرن لازم يكون سخن، تدخل الفرن على درجة حرارة 200، بتقعد حوالي 35 دقيقة. اظن انت بقيتوا شطار جدا وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، تبارك الله عليكم. بصوا بقى الجمال، يا سلام، حقيقي مفيش اجمل من كده. حلو قوي قوي. انا بحب مخبوزاتي، لاني انا بحب ان انا اخش اعجن. انا بلاقي نفسي كده بخرج كل طاقتي، او يعني لما ببقى متضايقه بخش على العجين، ارتاح بقى، احس ان انا كده ببتدي ابدع. فإن شاء الله يبقى عندي إبداعات تانية، عشان أنا لسه عندي طاقة، عندي ستريس هخرجه في العجين ليكو. بصوا بقى المشمش، انتوا عارفين في المشمش اوقات بيبقى فيه حته تصور كده. الحته الصور دي مع السويت عامله طعم كده، في حاجه مسكره فيها اللذعه.
حقيقي، ودي تقطعيها صوابع كده، يا الله، خطير خطير تبارك الله. عايزه اقول ما تنسوش تتابعوني على قناتي الجديده، هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف. شكرا لكل موجود معايا في القناه وبيدعمني. انجوي يا جماعه.